يعني انت امك كبرتك وخلفتك وسهرت عليك وتعبت عليك علشان تطلع تبقى راجل ملو هدومك كده، علشان انت تيجي في الاخر انت وواحد صاحبك تهزروا مع بعض عليها، تشتموا بعض بيها؟ ده ايه ده؟ لا بجد، انا سؤالي دلوقتي للرجاله، رغم ان في قله من الستات بتعمل نفس الموضوع بس الموضوع متفشي اكتر وسط الرجاله. انا عايزه افهم انتوا بتحسوا بايه؟ هل انتوا كده بتبقوا حاسين برجولتكوا اكتر، او بتبقوا شايفين ان انتوا كده جامدين اكتر، ولا ده ايه؟ يعني ايه تقف انت وواحد صاحبك تهزروا مع بعض بانكوا تشتموا بعض بامهاتكم والتاني يضحك؟ ازاي؟ انا ما عنديش تفسير للموضوع ده بصراحة كإناس. انه دي قلة رباية وقلة ادب. وان انتوا ما شمتوش رباية ب30 قرش، يعني بتاع الرباية كان معدي كده من الشارع عندكم ونسي يوزع رباية على العمارة عندكم. فده التفسير الوحيد بالنسبة لي. آم، ويا ريت الموضوع مقتصر على فئة اجتماعية أو فئة عمرية محددة. لا يا ريت، ده الموضوع متفشي ما بين كل الطبقات الاجتماعية كل الأعمار. يعني تلاقي الواد كده ايه من سن 10 سنين، لما بيبتدي يشد حيله كده ويشم نفسه ويخرج يروح النادي ويبقى عنده صحابه وبتاع، بيبتدي يشتم هو وصحابه ألفاظ فظيعة. وهنشوف مين النهاردة هيطلع مين على المسرح ومين هيعلي على التاني في الشتيمة أكتر، وحاجة آخر قلة أدب. يبقى مدفوع لهم الشيء الفلاني في المدرسة والشيء الفلاني في النادي، وأنا ابني في مدرسة مش عارفة ايه، أنا بنتي في مدرسة مش عارفة ايه، وفي الآخر يطلعوا بقلة الأدب دي. فالموضوع بجد متفشي تفشي بشكل كبير جدا جدا. أنا مش قادرة أفهم ايه السبب في الظاهرة دي. مش انتوا يا جماعة كرجالة المفروض كان عندكم نخوة وكده، وان الأم دي خط أحمر والأخت برضو خط أحمر؟ يعني ستات البيت عموما، ولو حد سألك اسم أمك ايه بتقوم الدنيا وما بتقعدش وشغلانة، ولا الكلام ده على الوش بس، ولا ايه؟ أنا مش فاهمة. أنا لحد دلوقتي مش قادرة أفهم ايه نظرية ان انت تهزر مع واحد صاحبك بان هو يشتمك بأمك وانت تضحك. فين النخوة؟ فين الرجولة؟ ولا انتوا كده بتحسوا برجولتكم، ولا ايه؟ آه، احترموا نفسكم بقى، وكفايه قله ادب وسفاله. مش معقول مثلا واحده زي تبقى ماشيه في الشارع معديه تسمع اتنين بيهزروا مع بعض بالشتايم القذره اللي بنسمعها اليومين دول دي، وواحد بيشتم التاني بامه والتاني واقف بيضحك وفشخ بقه من هنا لهنا، وحاجه يعني منتهى القرف بصراحه. فالموضوع بقى متفشي جدا. بطلوا سفالة بقى، كفاية. وكلامي بقى دلوقتي للأمهات وللأبهات، خلوا بالكم من ولادكم اللي عندهم ولاد في سن من 10 سنين وانتوا طالعين. خلوا بالكم علشان انتوا مهما كنتوا مهتمين بيهم، وانس ان هم خرجوا بره العباءة بتاعتكم وبقى عندهم وقت بيقضوه من غير ما انتوا تبقوا واخدين بالكم منهم، ممكن يحصل اي حاجة، ممكن يتعلموا اي حاجة من اي حد. ومش كل البيوت شبه بعضها، ومش كل الاهالي شبه بعضهم. فارجوكوا تخلوا بالكم منهم، علشان الزمن اللي احنا فيه ده مش ناقص فجر وسفالة اكتر من اللي هو فيه بصراحة. خلوا بالكم من عيالكم بعد اذنكم.